صباح الفل. خلصت رحلتنا في فلورنس، اتعرفنا على المدينة وشوفنا كل حاجة فيها، ودلوقتي أنا راكب القطر وراجع على روما. وزي ما انتم شايفين الأجواء طبيعة وجمال مفيش بعد كده، واحنا ماشيين بالقطر شايفين كل الطبيعة اللي في إيطاليا حوالينا. عشان كده قلتلكوا لما تيجي تحجزوا قطر في إيطاليا لازم تحجزوه كده جنب الشباك عشان تشوفوا المناظر اللي أنا شايفها دلوقتي. إيطاليا واحدة من الدول الجميلة جدا اللي انت هتستمتع فيها حرفيا بكل لحظة. حجزت ليلة في فندق جولدن تيوليب في روما، فندق جميل جدا. تعالوا عشان اوريكم الغرفة عاملة ازاي. قول عالي، الفنادق في روما كأنك داخل متحف بالظبط. زي ما احنا شايفين التفاصيل كده كأنك نايم في متحف، مهتمين بكل التفاصيل في الغرفة. سعر الليلة هنا 100 يورو. التلاجة بقى هنا عندهم زي ما احنا شايفين. شغل عالي. زي ما انتم شايفين كده الاسانسير عامل ازاي، خشب وقديم ومحافظين على كل حاجة وما بيحاولوش يغيروا التاريخ بتاعهم ولا يعدلوا فيه. هناخد واحد قهوة دلوقتي عشان نفوق. زي ما انتم شايفين كده الكافيه والستايل بتاعه عامل ازاي، ولازم ناكل حاجة عشان بعد كده هنطلع نتمشى. طبعا بما ان انا في روما لازم اكل بيتزا. البيتزا هنا ملهاش حل يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده جميلة. نطلع نتمشى في شوارع روما الجميلة ونشوف الآثار الموجودة في كل حتة والشوارع الجميلة الإيطالية، عشان خلاص أنا بكرة رحلتي لجورجيا وآخر يوم ليا في روما النهاردة، فلازم أتمشى وأشوف كل حاجة وآكل كل حاجة عندهم هنا في البلد. البلد حرفيا يا جماعة جميلة، وروما كأنك بتتمشى في متحف مفتوح بالظبط. جه بقى وقت الغدا، هنقعد في مكان رايق زي ده ونطلب لازانيا، لأن الأكل اللي هتاكله في إيطاليا استحالة تاكل زيه في أي حتة تانية. ودلوقتي هندخل نتمشى في المول ونشتري حاجات بما إن احنا مسافرين بكرة، وطبعا بما إن احنا في بلد القهوة فلازم بقى نجيب قهوة ونجيب الحاجات دي كلها، عشان القهوة بتاعت إيطاليا مفيش زيها. إيطاليا يا جماعة مشهورين جدا بالأكل وبالقهوة، بلد القهوة في العالم كله. زي ما انتم شايفين كده المحل مختص بس الحاجات القهوة والاسبريسو ومكان القهوة وكل حاجة مختصة بالقهوة. أتمنى أن فيديوهات إيطاليا عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله قريب من بلد تانية.